في قناة أثر الزمان بنرجع بالزمن لورا ونعيش قصص ناس سابوا علامة في التاريخ. لو بتحب الحكايات اللي فيها معاني وعبر وأبطال بجد، يبقى مكانك معنا. اشترك في القناة وخد مكانك في رحلة أثر الزمان. لو سألت أي حد عن أشهر القادة المسلمين هتسمع أسماء زي خالد بن وليد أو صلاح الدين الأيوبي، بس قليل اللي حيقولك أبو عبيدة ابن الجراح، مع أنه كان واحد من أعظم قادة الجيوش في الإسلام. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت الفتوحات الإسلامية تنتشر، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عين خالد بن الوليد قائد عام للجيوش في الشام. بس لما الأمور كبرت والمسؤوليات زادت، أبو بكر خد قرار ضخم، عين أبو عبيدة بن الجراح القائد الأعلى على جيش المسلمين في الشام بدل خالد. المفاجأة بقى، خالد بن الوليد ما اعترض. عارف ليه؟ لأنه قالها بصراحة: أبو عبيدة خير مني وأصلح مني. وده معناه إن حتى القادة العظام كانوا شايفين إن أبو عبيدة يستاهل القيادة. وكانت أول معاركه الكبيرة بعد التعيين معركة اليرموك، معركة ضخمة قدام جيش الروم اللي كانوا متفوقين في العدد والعتاد. بس أبو عبيدة ما اهتزش، وزع الجيش بحكمة وشجع الجنود، وكان دايما في الصفوف الأمامية. وفي عز المعركة حصلت حاجة ما يعملهاش غير قائد مؤمن بجد. وصلوا خبر إن في طاعون ظهر في الشام. الناس قالوا له اهرب أو روح المدينة. عارف قال إيه؟ قال: إنها دعوة نبوية وقد مضى أجلي فلا أهرب من قضاء الله. فضل في الشام وسط جنوده ومع الناس، ما سابش حد ولا خاف من المرض. ودي كانت بطولته الجديدة، مش بس بالسيف لكن بالصبر والإيمان والثبات. أبو عبيدة ما كانش قائد عادي، كان قائد بيشيل الناس على كتافه وبيحط الأمان في قلوبهم من غير ما ينطق كتير. كان بيقود بالحب مش بالخوف. لو شايف إن في فرق بين القائد اللي يخوفك والقائد اللي تطمن وانت ماشي وراه، يبقى لازم تكمل معانا باقي قصة أبو عبيدة. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، افعل الجرس علشان توصلك الحلقة الجاية ونعرف فيها نهاية بطل ما تكررش. قلنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة عجبتك في أبو عبيدة لحد دلوقتي، واستنونا في أثر الزمان.